كان إنسانا شاعرا مهذبا، كان صديقا حميما. هو الشاعر الكبير، الكبير بإنسانيته، الكبير بأدبه، الكبير بأخلاقه، الشاعر أحمد مشاعر. اسمحوا لنا بقى في أحداث على الشاعر. أهلا وسهلا بكم في أول اجتماعات واحد شعراء العامية. هذا من وجال. قبل أن نبدأ نوجه الشكر الكبير للأستاذ حمدي عبد الرازق، مسؤول نادي الأدب قصر ثقافة رود الفرج، والذي رحب بشدة باستضافة واحد شعراء العامية بل واندماجها بنادي الأدب قصر ثقافة رود الفرج والتعاون معنا على أعلى مستوى. قد وعدناكم على الفيسبوك بأن هناك 3 مفاجآت سنعلن عنها اليوم إن شاء الله. ومع أول مفاجأة من مفاجآت واحد شعراء العامية هيقدمها شاعرنا الكبير الأستاذ وليد عبد الحميد. السلام عليكم. أنا آسف لو صوتي واطي لأن الجهاز بتاعي كان في شغل كتير فأستاذ يمكن الأستاذ ناجي يتكلم عن دور الواحد إن احنا نعلى مستوانا الأدبي، نتكلم عن تعقيبه والكلام ده. أنا في سؤال دايما بسأله كل واحد بيحاول يكتب شعر أو بيتمنى يكتب شعر أو عايز يبقى شاعر، بقول له أنت عايز من كتابة الشعر إيه؟ عايز من شعرك إيه؟ السؤال ده أنا كل يوم بسأله لنفسي قبل ما أنام وأول ما أصحى أنا عايز من شعر إيه؟ أنا وصلت فين للشعر؟ هل أنا ممكن أكمل أو لا؟ هل أنا أصلح إن أنا أكون مشروع شاعر ناجح أو لا؟ هل أنا بكتب الشعر هواية ولا بكتب شراب ولا هل أنا صاحب القضية؟ السؤال ده مهم للشخص نفسه مش مهم لحد تاني. مهم جدا إن هو يجاوب عليه لنفسه عشان يعرف إذا كان هيستمر ولا لا. الشيء الثاني إن أنا لازم أتقبل النقد، سواء النقد ده باليمين أو بالشمال أو موجه في الوش مش مشكلة، المهم إن أنا أتقبل النقد. مش عيب إن أنا أحاول أنقد حتى لو بالغلط، أنا هتعلم إزاي. أنا واحد من الناس لحد النهارده لو واحد قال كلمة منطق حقي قال لي أنت غلط هنا أقول له ألف شكر. فلازم نتقبل هذا الشيء. يمكن أنا عندي مفاجأتين، يمكن الأستاذ ناجي قال مفاجأة واحدة منهم، بس في مفاجأة دي لسه أنا بتكلم فيها في اقتراح، وهي إنشاء فروع للواحة في المحافظات. يمكن معانا أستاذ عدنان أنا كلمت على إنه ممكن يعمل لنا فرع في دمياط، الراجل رحب بالفكرة. أنا بتكلم مع ناس في إسماعيلية علشان نعمل فرع للواحة في إسماعيلية. ده غير بعض الأشياء اللي مش هينفع أخوض فيها عشان المفاجآت بتاعت الأستاذ ناجي ما أحرقهاش. المفاجأة بتاعتي هي الرابط اللي على البنر ECY شرطة جيد الصف. طبعا احنا كنا هنبقى ضيوف احد المواقع الالكترونيه، بس لسبب ما التوأمة دي اتفكت. الفكرة بتاعتي ان احنا ما نكونش ضيوف على حاجة، يكون لنا بيت خاص بينا، بيت واحد شعراء العامية، وهو موقع الكتروني مدفوع كامل مشخص معلن ثابت على جوجل 24 ساعة وقدامكم ان شاء الله لحد ما يجي اجل ان شاء الله. الموقع هيكون عليه عدة اقسام: قسم الاسلاميات، قسم المسابقة، قسم هيكون فيه ورشة ادبية، نمسك مثلا قصيدة لوليد عبد الحميد يخش الاستاذ ناجي عبد المنعم يعمل لها ورشة ادبية في العلم والادب والعلم اللي تكتب لها اخطاء الوجوه. قسم طرح الاشعار كمشاركة وليست مشاركة في المسابقة. قسم خاص بأشعار الفصحى، قسم خاص بالمقال بالقصة. كل موقع شبه كامل.
لازم تسجلها تكتب لنا، لا تكتبي بس اللينك ده عندك. الناس اللي بعتوا لي السيرة الذاتية بتاعتهم، السيرة الذاتية أنا خدت منها الصورة وعملت الواجهة بتاعت الموقع. يعني لما هتيجي تفتح الموقع قدامك مش هيبان لك اسم الموقع أو الكلام ده، هيبان اسم الموقع فوق والصور كل شعراء الواحة فيه. فتح ايش معايا يا بابا؟ طيب الوجب فتح. طريقة التسجيل فتح. دي الناس اللي بعتت لي السيرة الذاتية بتاعتها، دي واجهة الموقع. يعني الموقع اللي هيخش على الموقع هيشوف الصورة بتاعته، هيدوس على الصورة هيخش على السيرة الذاتية بتاعت الشاعر. دي الواجهة. طريقة بتاع الموقع تحت اللوجو ده او البنر كلمة واحد شعراء العامية فيه 3 كلمات. الكلمة اللي في النص مكتوب المنتدى او المنتديات، هتدوس عليها هيجيب لكم صورة تانية لونها الكلام ده كله انا هشرحه على الفيس هنقوله، بس انا دلوقتي بدي كنبذة عن الموضوع عشان يبقى سهل، عشان لو حد يخش النهارده. هيفتح لك الصفحة دي هتلاقي مكتوب اخر الاخبار والمنتدى، هتدوس على المنتدى هتخش المنتدى. دي صورة المنتدى فوق خالص جنب تسجيل الدخول هتلاقي كلمة تسجيل. تمام؟ هتدوس على كلمة تسجيل هيطلب منك الاسم، الايميل، الرقم السري بتاع حضرتك، وهيطلب منك انك توافق على الشروط بتاعت المنتدى. شروط المنتدى هي الشروط اللي بتاعت العادات والتقاليد بتاعتنا، ممنوع تعرض للاديان وممنوع الحاجات العادية بتاعت اي بيت مصر، مش هنقول بقى اي موقع اي بيت مصر. طريقة المشاركة اي قسم بتخش فيه بتلاقي فوق مكتوب إدارة موضوع جديد، بتدوس عليه بيفتح لك صفحة موضوع، تكتب اسم الموضوع، تكتب اللي انت عايزه ماشي. دي الفكرة بتاعتنا ان احنا يكون لينا بصمة على الانترنت. واحد شعراء العامية، واحد شعراء العامية على .com او كما هي في الرابط، تفرق عن الفيسبوك كإشهار كانتشار. ان انا لما اجي اكتب مثلا وليد عبد الحميد هيفتح لي الصفحه شعراء العاميه، هشوف الصوره بتاعت وليد عبد الحميد، لما ادوس عليها هيجيب لي السيره الذاتيه بتاعته. الناس اللي بعتت الشغل بتاعها هو موجود دلوقتي. فاخر كلمه هقولها، ارجو من اللي ما بعتليش السيره الذاتيه بتاعته ارجو النهارده او بكره يبعت.